إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، فإننا نواصل معكم في هذا اللقاء السادس، ونحن نتحدث عن موضوع مهم وخطير جدا، ألا وهو موضوع المرأة المسلمة وما يكاد لها في وضح النهار. لذلك أردنا أن نسمي هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى بالغارة على المرأة المسلمة، حتى يعلم المسلمون أن الهجوم لا يزال متتاليا على المجتمعات الإسلامية، يضربون بها الأسرة المسلمة، ورأوا أن عمود الأسرة هي المرأة، فأرادوا إذن أن يضربوا هذه المرأة. وبينا في لقاءاتنا كلها تاريخ بداية هذا الغزو، وبينا أساليب هذا الغزو، ثم شرعنا نبين كيف نتصدى لهذه الأساليب ونحمي المرأة من هذه الألاعيب. وكان آخر ما رأيناه هو شروط خروج المرأة من بيتها، سواء كان خروجها ذلك إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى غير ذلك، إنما تحدثنا طويلا عن شروط خروجها إلى المسجد، لأن المسجد هو أشرف البقاع، حيث ترى المرأة هنالك الخشوع، حيث تسمع كلام الله، حيث تسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك الموطن والموضع يشترط لها شروط، فلا تتحدث عن خروجها إلى غير المسجد. ولكن السؤال الذي لا يزال يطرحه كثير من الرجال بل النساء: هل ينطبق ذلك كله على خروج المرأة للعمل؟ فاعلم أيها المؤمن أن حديثنا عن شروط خروج المرأة يشمل جميع الأسباب. واعلم أيضا أيها المؤمن أن المرأة التي تعمل لا تخرج عن 3 أصناف لا رابع لها: إما أن تعمل وهي تجعل هذا العمل تلبية لرغباتها وتعتبره نزوة من نزواتها، كما يحلو لبعضهم أن يسمي عملها إثباتا لذاتها، تريد هكذا أن تخرج لتعمل لا لحاجة ولا لضرورة. والصنف الثاني هو من خرج لتحقيق بعض حاجاتها والوصول إلى تحقيق بعض ضرورتها. أما الصنف الثالث فهي لا ترغب في الخروج أبدا، ولكنها دفعت إلى الخروج، دفعها دافع ولم يحبسها عن خروجها حابس. لذلك رأينا أن يكون موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى عبارة عن نداءات 3 لنعالج هذه الأصناف 3. ونسأل الله
الله تعالى أن تكون نداءتنا هذه تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، ونسأله سبحانه أن لا يكون كلامنا كصرخة في صحراء ترددها الجبال العاتية. أما النداء الأول فهو النداء للمرأة ذاتها، والنداء الثاني موجه إلى ولاة الأمور، والنداء الثالث موجه إلى ولي أمر المرأة الخاص وهو الرجل. أما نداؤنا الأول فهو نداؤنا إلى المرأة رفقا بالقوارير، سماهن الله تعالى قوارير يوشك أن يصيبها الكسر في أي لحظة من لحظاتها، طيش وسفه قد غلف عقولهن إلا من رحم ربك. فلا نرى شيئا تتأثر به هذه القوارير كما تتأثر بالمرأة الغربية، أو يقول المستغربة أي التي ارتدت ثياب الغرب. تتأثر المرأة كثيرا بهؤلاء، لذلك عليها أن تتذكر نداء الله تعالى من فوق 7 سماوات قائلة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا ما يقطع الرغبة، وهذا ما يزرع في القلوب الرهبة. نداء من الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن كنت أيتها الأخت من هذا الصنف الذي لا يريد الخروج إلى العمل لأجل حاجة ولا ضرورة، إنما يريد الخروج فحسب، فلتستمع إلى نداء الله هذا، ولتعلم أنها قد تركت الاقتداء بخير البرية، تركت الاقتداء بفاطمة وعائشة وأم سلمة، وراحت تركض وتهرع إلى الاقتداء بشر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. كيف نقتدي بشر الخلق؟ سماهم الله تعالى بذلك. كذلك لابد أن تعلم المرأة أنها لن تحرص على ثوب المرأة المسلمة الطائعة التي تدخل في كل حديث فيه وعد وثواب يصرف إلى هذه المرأة إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان. الشرط الأول هو الصلاح، وضابط الصلاح هو الامتثال لأوامر رب الأنام والتمسك بتعاليم الإسلام. قال عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه المرأة المسلمة الحقيقية التي تسعد زوجها وأخاها وأباها في حياته وتعينه على العمل لما بعد مماته. المرأة المسلمة هي التي حظيت بمدح خير البرية صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يحكى عن بعض السلف أنه كان إذا دخل بيته قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتعجبوا منه فقالوا: لم تقول ذلك؟ فقال: أولم يقل ربنا عز وجل: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فقالوا: بلى. قال: كذلكم بيتي جعلته زوجتي جنة. إذا يدخل بيته فيجد زوجة صالحة تعينه على امتثال أوامر الله. إن من الطيور البجع، والطيور على أشكالها تقع. هذا هو الصنف الأول، نخاطب هذا النوع من النساء، ولا نخاطب من رضي أن يتمرد على الله، فحكمه إلى الله. أما الصنف الثاني الذي به يعرف ميزان المرأة الحقيقية المسلمة هو القرار في البيت والتفرغ لتربية أولادها وبناتها. التفرغ أن تجعل همها الأكبر هو صنع الرجال وصنع الأبطال وتنشئة الأجيال. هذا هو دور المرأة المسلمة بحق، فإنها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: فالمرأة سيدة في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. وهل يمكن لراع أو مسؤول أن يترك مكان مسؤوليته ورعيته؟ لا بد أن تتفرغ لهؤلاء، ونخشى أن يصيب أولادنا وأطفال المسلمين ما أصاب الغربيين، حيث فرض الواقع على 4 ملايين طفل أمريكي يعودون كل يوم مساء، يعودون بمفاتيح إلى بيوت خاوية من الوالدين لا يجدون فيها أبا ولا أما، مما جعلهم يسقطون في أوحال الانحراف وأصابهم بكثير من الإحباط الذي عليه اليوم هؤلاء الغربيين.
اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إنما اليتيم من تلقى له أما وأبا مشغولا. إذن المرأة المسلمة بحق هي التي تتفرغ لشؤون بيتها وإدارته، هذه ربة البيت الحقيقية. وإن شئت أيتها الأخت أن تزداد اطمئنانا وثباتا على هذا المبدأ العظيم، ولتتيقني فشل الغربيين فشلا ذريعا، فشلوا عندما ألقوا العنان للمرأة فأخرجوها من بيتها لتعلمي هذا. أنقل إليك بعض الإحصاءات وهي غيظ من فيض وقطرة من بحر، ولولا خشية الإطالة، وهذا ينبغي أن يلقى في محاضرات ودروس كثيرة في هذا الميدان، لكن حسبنا هذه الإشارات لتعلم المرأة ما الذي تجنيه من أشواك من وراء خروجها للعمل. 12 مليون حالة طلاق كان سببها عمل المرأة في خارج البيت، أي ما يعادل 85% من أسباب الطلاق. أسباب الطلاق كثيرة، منها عدم اتفاق الزوجين، منها نشوز أحدهم على الآخر. 85% من أسباب الطلاق هو عمل المرأة خارج بيتها. يحدث الخلاف بين الزوجين من جراء هذا، وهذا ما نعانيه كل يوم، وتصلنا شكاوي وحوادث ومشاكل عديدة سببها هذا. 12 مليونا رقم لا يكاد أن يصدق في المجتمعات الغربية. حالات الطلاق سببها عمل المرأة خارج بيتها. 60% عملية إحصاء أو مثل ما نسميه في أيامنا هذه بالاستفتاء. أجري استفتاء على نساء الأمريكيات فوجدوا أن 60% صرحنا تصريحا جازما أنه لا يمكن للمرأة أن تجمع وتوفق بين العمل خارج البيت والعمل داخل البيت إلا بإفساد أحدهما. والنتيجة واضحة أمامنا، أنهم رضوا بأن يحافظوا على عملهن في خارج البيت وأفسدوا عملهن داخل البيت. 60% من المسلمات اللائي اعتنقن الإسلام بدول الغرب، 60% يصرحن بضرورة بقاء المرأة في بيتها. 40%، وهذا إحصاء جرى في الدول العربية وللأسف، أجراه بعض الدكاترة بمصر وقدمه في رسالة دكتوراه له، بين فيها أن 40% من الدخل من الراتب الذي تحوزه المرأة العاملة في العالم العربي، 40% من هذا المال يصرف لأجل المظهر والمواصلات. تحسين المظهر، لابد وهي تعتقد أنها لابد أن تخرج، لابد أن تحسن مظهرها، ولابد لها من مواصلات. 40% من دخلها وراتبها تنفقه في المظهر والمواصلات. في بداية الأمر كانت تخرج لتعمل، الآن صارت تعمل لتخرج. انقلبت الموازين وضاعت المفاهيم ضياعا كليا كما نرى. صارت تعمل لكي تخرج، فانقلبت كل الحقائق لدى المسلمات. هذه بعض الإحصاءات التي تبين أن عمل المرأة من أعظم المفاسد التي أصابت الدول الغربية في قلبها. وإن كنت تريدين أيتها المرأة إلى هذه المساواة المزعومة التي يزعمونها في العمل للمرأة، فانظر إلى المجتمعات، هل هناك حقا مساواة في العمل؟ بحثنا فوجدنا أن 65% من النساء العاملات في دول الغرب يعملن في قطاع الدعارة، و20% يعملن في قطاع العموم الإداري، و10% يعملن في قطاع السياسي، و5% يعملن في قطاع الفضاء. إذا 65% من النساء العاملات يعملن أين؟ في قطاع الدعارة. هذا المجتمع الذي يريدون منا أن نحذو حذوه وأن نجعله قدوة لنا، وللأسف الشديد نرى كثيرا من دول العرب والدول التي تزعم أنها إسلامية 80% من النساء اللائي يعملن في قطاع السينما كلهن نساء ليل وراقصات. طبعا من أين يأتون بالممثلات؟ هل يأتون بالممثلات من المساجد؟ كلا، إنهم يأتون بهن من قاعات المراقص الليلية وغير ذلك من الأمور التي يندى لها جبين الإنسان. دولة عربية صرحت إحدى راقصاتها في التلفاز أنها ما نجحت نجاحها الذي تزعمه إلا يوم فرت من بيت أهلها الذين كانوا يرفضون عملها. في تلك الليلة يوم ذلك التصريح سجلت سلطات تلك الدولة العربية 27 فتاة هربت من بيتها.